أصدقائي الحلوين عاملين إيه؟ أتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. بالنسبة للسؤال ده، زميلنا بيسأل إيه أفضل طريقة للمذاكرة؟ لأنه طبعا لما بيدخل مثلا الامتحان بيحس إن هو في أسئلة نساها أو يعني إجابات نساها، يحس إن في أسئلة هو مش عارف يحلها مع إنه مذاكر كويس، وطبعا هو بيحس إنه متضايق. فخلينا نتفق اتفاق ان مفيش حاجة اسمها مذاكرة او طريقة معينة للمذاكرة بعينها هتنفع لكل الناس او هي افضل طريقة. احنا ممكن يكون كل حد فينا مختلف في الطريقة اللي بيذاكر بيها. ففي ناس بتحب مثلا تذاكر بالحفظ كده، في ناس بتحب تذاكر بالكتابة، في ناس بتحب تذاكر بالفيديوز. يعني احنا مختلفين في الطريقة بتاعتنا. بس انا دايما بنصح الناس انه مواد اللي محتاجه فهم وتراكم. يعني مثلا ماده زي مثلا الاناتومي ماده متراكمه معاك، وهي البيزك بتاعه فهمك للعلاج الطبيعي، لازم تكون شاطر في ماده الاناتومي. فانا بنصح مثلا الناس ان الماده زي دي ما ينفعش ان احنا نكون بنذاكرها بالقرايه، دي مستحيل. دي مادة مثلا محتاجة تتذاكر ان انت تتفرج على فيديوز، محتاج تذاكر ان انت تتفرج على الاطلس، تشوف العضلات دي شكلها عامل ازاي، ماسكة فين الاوريجين بتاعها، فين الانسرشن، شكلها الاناتوميكال بتاعها عامل ازاي، عشان تقدر تتخيل وضعها في الجسم وتقدر تحفظها. اما ما ينفعش ان احنا نكون بنقرا كده الاناتومي ونقول والله ده هنا يبقى ايه اللور لمب. ده ما بيمشيش قوي مثلا مع ماده زي الاناتومي. ما على عكس مثلا ماده زي الفسيولوجي مثلا مش ممكن ما نتفرجش على فيديوز، بس لازم نفهم الكلام بتاع البارت اللي بيتكلم عنه الفسيولوجي، لان الفسيولوجي برضو ماده فهم. لازم تفهم ايه اللي بيحصل جوه الجسم عشان تقدر بعد كده يثبت في دماغك وتقدر تتخيله. اما برضو ما ينفعش تقراه، وهكذا. لازم احنا مع بعض نكتشف كل واحد فينا ايه الطريقة المناسبة ليه في المذاكرة. فانت لو حاسس ان الطريقة اللي انت بتتبعها دي مش مثبتة معاك المذاكرة قوي، حاول تجرب طريقة تانية. وزي ما قلت لكم كل مادة ليها طريقة مختلفة عن التانية. بس كده اتمنى اكون يعني وضحت الموضوع ده بشكل كويس. ومعلوماتنا النهاردة خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.